بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا لليوم ال11 وال12 وال13 من عمر الفرخ الأبيض. أنا ديني أهو بحاول إن أنا أقلل في الفيديوهات، إن أنا ما نزلتش فيديوهات كتير في الدورة، فبنزل بقى كل يومين أو 3 كده الحاجات المهمة اللي بتحصل في الأيام دي. أنا ديني أهو بنزلها مع بعض زي ما انتوا كده شايفين. النهارده في الاول كده هنتكلم عن الادويه المهمه اللي احنا هننزلها في ال3 ايام دول، وهتكلم برضو بناء على طلب احد الاعضاء الموجودين معايا على القناه. طلب مني ان انا اعمل فيديو اتكلم فيه عن الفرق بين التربيه في البطاريه والتربيه على الارض. ان شاء الله هتكلم معاكم في الفيديو ده عن الفرق ما بين الاتنين ومميزات كل حاجه فيهم وعيوبها. نبدا على بركه الله ونسمي الله. بس الاول كده ابدا كده شجعني انت كمان بلايك، اشترك في القناة لو انت مش مشترك وفعل زر الجرس. اولا هيتكلم عن الادوية المهمة اللي هتنزل ال3 ايام دول، والتغييرات اللي احنا حصلت عندنا في مكان تربية الكتاكيت. زي ما انتم شايفين كده اكيد ملاحظين ان المكان عندي وسع عن الاول. انا شلت الحاجز اللي انا كنت عاملة بيه فاصل ما بين باقي المكان اللي انتم شايفينه ده، وفرشت نشارة ووسعت المكان كله. مساحة الأوضة اللي أنا بربي دي فيها يا جماعة مساحتها 4 متر عرض ب5 متر طول. في الوقت الحالي أنا واخدة 2 متر من الطول مع ال4 متر اللي هي مساحة العرض. زي ما انتوا شايفين كده الشباك أنا فتحته على الآخر. المساحة اللي انتوا شايفينها دي أنا مربية فيها 100 كتكوت. طبعا لسه هنوسع، كل ما الكتكوت هيحتاج مننا توسيع فاحنا هنوسع. زي ما انتوا شايفين كده أنا موزعة في كل مكان علافة. وقلت قبل كده إنه مهم جدا إن كل مكان الكتكوت يروح فيه يلاقي فيه أكل، علشان نتفادى مشكلة السردة اللي هي تفاوت الأوزان، اللي يبقى عندنا فرخ كبير وفرخ صغير، لأن التزاحم أو عدد العلافات اللي هو بيكون قليل بيكون سبب من أسباب السردة. هنيجي بقى عند اليوم ال11. اليوم ده احنا معادنا ننزل فيه التحصينة الأورجانيك اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو بتاع اليوم السابع، وقلنا ان هي هتنزل كل 4 ايام. هتنزل في اليوم السابع ومن بعد منها هتنزل في اليوم ال11. بصراحة بقى انشغلت في اليوم ال11 فنزلتها في اليوم ال12، ومعادنا ان شاء الله هننزلها على اليوم ال15 كمان. بلاش يا جماعة نستهون بموضوع التحصينة دي لانها فعلا مفيدة جدا. تخيل انت ان يكون عندك تركيبة مكونة من البيض والزبادي وعسل النحل والفيتامينات. شوف فوائد التركيبة دي هيبقى عاملة ازاي من حيث المناعة ومن حيث الوزن. يعني بروتين وكالسيوم وعناصر غذائية كتير موجودة في التركيبة دي هتفيد الفرخ من حيث المناعة ومن حيث كمان الوزن. نيجي بقى عند الأدوية. معروف ان ال3 ايام دول احنا بننزل فيهم جرعة كوليستريديا وكوكسيديا، وطبعا انا باكد على الجرعة دي لان بعد الجرعة دي الوزن هيتحسن عندنا قوي. طيب الأدوية اللي احنا هننزلها للجرعة دي، بعض الناس بتسألني على اسماء الأدوية. بالنسبة للكوكسيديا هتنزل 12 ساعة في اليوم، والأدوية بتاعتها هتكون امبرول مع فيتامين كاف. أما بقى بالنسبة للكوليستريديا فهننزل الأموكسي مع الكوليستين. وعشان ما ننساش زي ما انتوا شايفين كده الغطا بتاع الحضانة من فوق زي ما هو، أنا مشلتوش، أنا مخليه الغطا من تحت الشباك، مش عايزة الشباك يدخل هوا يخبط في الكتكوت يعمل عندي مشاكل تنفسية. نيجي بقى عند الفرق ما بين التربية في الأرض والتربية في البطارية. أول حاجة مميزات البطارية وعيوبها. بالنسبة للعيوب الصراحة هي مفيش فيها عيوب غير بس مشكلة النظافة، إن أنت بعد الدورة هتاخد معاك مجهود في إن أنت تنظفها. دي حاجة. الحاجة التانية إن أنت محتاج كل يوم تنظف درج السبلة. ده بس هي عيب البطارية. إنما البطارية مريحة، هتريحنا من تغيير النشارة، هتريحنا كمان من استهلاك الأدوية لأن احنا مش هنستهلك فيها أدوية كتير زي مثلا جرعات الكوليسترول والكوكسيد اللي احنا بننزلها. أنا عن نفسي في البطارية دي ما نزلتهاش إلا يوم واحد لأن ما كانش فيه أساسا كوكسيديا. نزلت الكوليستريديا بس لأن ممكن يكون مثلا من تغيير الجو أو برد، لو حصل عند الكتكوت برد أو أي حاجة ممكن إن هو ينشط معايا الكوليستريديا. ما كانش عندي كوليستريديا ولا حاجة، بس أنا نزلتها يوم واحد. فمن مميزات البطارية إن هي هتوفر معانا في الأدوية. نيجي بقى عند الأوزان. في بعض الناس بتسأل بتقول هل الأوزان في البطارية أفضل أو على الأرض بتكون أفضل؟ بالنسبة للأوزان في البطارية فده بيكون على حسب مساحة البطارية والعدد اللي انت هتربيها فيه. يعني مثلا البطارية الموجودة عندي حاليا مساحتها 2 متر في عمق 60 3 أدوار. في بعض الناس بتقولك المساحة دي بتشيل 60 و70 فرخ، بس الصراحة هي مش بتشيل كده، هي آخرها 50 فرخ، والأوزان فيها بتكون على آخرها 2.5. إنما بقى لو أنا عايز مثلا إن أنا أوصل الفرخة عندي ل3 كيلو 3 كيلو ونص زي مثلا بوصله على الأرض، فلازم إن احنا نقلل العدد. يعني صندوق مثلا البطارية مساحته متر في عمق 60، مستحيل إن هو هيشيل معايا 10 فرخات مثلا وزنهم 3 كيلو أو 3.5، ده من ربع المستحيلات. إنما احنا لو مثلا هنقلل مثلا من حد 7 أو 8 فرخات، ده ممكن يكون عندك الوزن يوصل لحد 2.5. عايز 3 كيلو يبقى هتقلل، هتعمل مثلا 5 فرخات
في الدور، يعني البطارية اللي انا مربياها دي 3 دور، لو انا عايزة اوصل فيها الفرخ لحد 3 كيلو المفروض ان انا اربي فيها 30 او 35 فرخ بالكتير. نيجي بقى عند الارض ومميزات الارض وعيوبها. عيوب في التربية في الأرض هي بس مشكلتها في الإسهالات، في الكوكسيديا والكوليستيريديا. الكوكسيديا معروف إن هي سببها الرئيسي بتكون الفرشة الرطبة، الفرشة اللي هي مش نظيفة، هي اللي بتساعد على انتشار الكوكسيديا. برضو تلوث المية، مية الشرب بالسبب الموجودة تحت الفراخ، وتلوث العلف برضو سبب من أسباب انتشار الكوكسيديا والكوليستيريديا. فعشان كده احنا بنستهلك أدوية وجرعات كوليستيريديا وكوكسيديا كتير واحنا بنربيها على الأرض. مميزات الارض بقى ان انت لو عرفت تتحكم في الرطوبة وعرفت ان انت تحافظ على الفرشة تبقى نظيفة تحت الفراخ، والتهوية عندك تكون كويسة، انت ممكن توصل الفراخ لاوزان اعلى من البطارية. يعني مثلا احنا في التربية المنزلية بنحب مثلا لو عندنا فراخ متبقية ممكن ان احنا نخليها نوصلها لحد 3.5 لحد 4 كيلو، واحيانا 5 كيلو في دورات. انا خليت الفراخ فيها لحد عمر 55 يوم، وصل الفرخة عندي فيها لحد 5 كيلو. ده في التربية الارضية. انما في التربية في البطارية مش هعرف ان انا اوصل الوزن ده للفراخ. انما لو انا بربي للبيع لحد 2 كيلو ونص، الاوزان دي بتكون معقولة وكويسة، فالبطارية هتكون افضل لينا من الارض. بفكرك لو نسيت الاشتراك، تفعيل زر الجرس، لايك جميل للفيديو. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا بأي معلومة من الفيديو ده. ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة ولايك في نهاية الفيديو. تحية طيبة مني لكل المتابعين.